يا جدعان انا عاوز اقول كلمتين بس. انا كنت في القاهره تمام ورجعت تاني الشرقيه. قسما بالله العظيم انا ندمت حرفيا ان انا عرفت ناس بالاشكال دي. يعني عمر العيش والملح ما هيون على غير على اولاد الحرام. تمام. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. طيب يا جدعان الناس بتقول ان ده مقلب، قسما بالله العظيم ده ما مقلب، ده مش مقلب يا جدعان. الناس تعرف تميز بين مقلب وبين حقيقه. انا قسما بالله العظيم خلاص انا ندمت فعلا يا ابني ان انا عرفتك. ازاي تخش تشتم فيا؟ طيب يا جدعان انا هنزل فيديو بعد بكره في دليل اثبات براءتي. تمام. اثبات ان انا ما غلطتش في حد، اثبات ان هو اللي غلطان فيا. يا ريت تستنوا الفيديو ده بعد بكره على طول. شكرا يا وجه على الشتيمه اللي انت عمال تقولها ليا وتقول ان انا ناقص وما اعرفش ايه اللي انت بتقوله. بجد انا خذلت فيك بجد اقسم بالله. شكرا يا اسطى، شكرا على كل حاجه انت قلتها. شكرا. تطلع في ستوري وتتحاسبن. بص يا ابني انا واحد من الناس، انا عرفت بيك كام سنه، بس انا حرفيا انا كمان اقسم بالله العلي العظيم 3 من اوسخ الشخصيات اللي انا عرفتها في حياتي. يا ابني احنا ندمان اللي احنا عرفناك اصلا. فانك تطلع تتحاسبن فانا كمان هتحاسبن عليك وهتحاسبن على مليون واحد زيك، وحسبي الله ونعم الوكيل. وبص في 60 داهيه معرفتك، وانا حرفيا يعني مش تكون انت اللي غلطان وتطلع تتحاسبن عليا. تمام. العيش والملح، العيش والملح اللي انت ما تعرفوش لما بيتصانوا انك انت ما تصونش العيش والملح، فدي حاجه بتاعتك انت مش بتاعتنا احنا. وانت احمد مصبح بالسلامه انت كمان. شكرا يا عم احمد مصبح على الكلام اللي انت طلعت قلته، شكرا يا عم مصبح على الكلام الجميله اللي انت طلعت قلتها. بس معرفتكم يا جدعان دلوقتي مش عارف اقول لك ايه على اللي حصل ده، بس ان شاء الله احنا متضايقين ان شاء الله. يعني هي البتاع بتاعت البرسيم كلنا دي هنا متضايقين ان شاء الله الحمارة دي ترجع لصاحبها وباذن الله. شوت يا عبد الرحمن يا ده شويه فرق شباشب مالهمش لبيس الناس فاهمة عليا. ما حدش فينا متخانق مع مانا يا معلم. عادي، هو راح الشرقية واحنا هنا في القاهرة، عشان احنا هنا وهو مش الشرقية اصلا. لكن ما حدش فينا متخانق معاه. هو لحد الان مفيش اي حاجة جديدة ظهرت بخصوص المهرج، بس اكيد لو هو رجع او احنا عرفنا حاجة عنه فاكيد احنا هنتحرك يعني ونساعده على طول. مش عارف الصراحة لحد امتى، لان يعني ما اعتقدش الحاجات دي ليها مواعيد يعني. حبيبي انا ما شتمتش حد من صحابي، يعني انا ما افتكرش ان انا شتمت حد من صحابي. احنا بنهزر وعادي جدا في الاستوريات زي ما انت شفت، وتكرهني او تحبني انا ما غصبتكش اصلا تكتب لي اسك زي ده. عادي ما يفرقش معايا يعني. ليكم والله انتوا عزوتنا واخواتنا، وان شاء الله لسه اللي جاي احسن واحسن، ولسه ما عملناش اي حاجه. هيكون في افكار جامده وان شاء الله يكون في مغامرات جامده، يكون في كل حاجه حلوه بتحبوها قريب ان شاء الله. ان شاء الله هنرجع بحاجه جامده وحاجه حلوه، بس احنا بنشوف حاجه تستاهل يعني، مكان يستاهل ان احنا نخش وندور فيه. فادعوا لنا ان احنا نلاقي حاجه زي دي، وادعوا لنا ربنا يوفقنا. طب يا حبيبي انا اتشرف ان انا اكون اخ ليك، وهلا اتشرف ان هو يكون اخ ليك. فنصيحتي ليك لو انت داخل يوتيوب ان انت تشتغل من قلبك وتشتغل بجد، تعمل الحاجه اللي انت بتحبها عشان الناس تحبها. والله دي حاجة تشرفني جدا 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 جدا، واحنا بنحبكم اكتر، والفيديوهات الجاية ان شاء الله تكون حلوة واحلى من كده كمان. واديني رديته عشان ما تزعليش او ما تزعلش. مش عارف ممكن تكون موهبة ولا حاجة. والله ده رأي كبير واحترمه جدا، وان شاء الله انتوا لسه ما شفتوش حاجة، لسه ما عملناش حاجة، ولسه ده اللي عملناه ده مش ربع اللي في دماغنا. لسه الدنيا بدري يعني، ان شاء الله الجاي خير. اسم عزوة او معنى كلمة عزوة هم الاهل، فعشان كده الناس اقرب لنا، يعني اقرب الناس لنا اهلنا، فعزوتنا اقرب الناس لنا، عشان كده عزوة. والله يا جماعة الموضوع ده متلخص في كلمتين بس، ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام كان متواضع،
فاحنا مش حاجة عشان نتكبر مهما علينا ومهما بقينا ايه، ده مش داعي يعني ان احنا نتكبر على الناس. النبي كان متواضع فاحنا لازم نقول. والله يا اختي، هو انت ممكن تعملي مثلا فيديوهات صوت بس، يعني صوت، بتشرحي حاجة، بتعملي حاجة، بتتكلمي في نصيحة معينة بالصوت، ده انسب حل يعني. او اكل. احلى ناس في الدنيا، دي حاجة حلوة جدا. الناس واثقة فينا وواثقة ان احنا هنعمل حاجة جامدة، وان شاء الله الفترة الجاية يكون فيها حاجات حلوة وجامدة من كل الاتجاهات. ان شاء الله نوريكم الحاجات، الفيديوهات اللي بتعجبكم عند كل الناس، عندنا وبس. يا حبيبي احنا كلمناه واتصلنا بيه وشفناه عايز حاجة ولا لا، ما تقلقش، احنا جدعان يعني جدعان، وهو كمان جدع، ما حدش يقول عليه الكلام وحش. والله هو موضوع السفر ده دلوقتي مش موجود يعني، ولا اكتر ان احنا مهتمين ان احنا نعمل مسلسل يبقى في رمضان، ويكون فيه اغنية ان شاء الله برضو تنزل، بس عايزين حاجة مظبوطة عشان عزوتنا مظبوط. احلى تحية للاردن واهل الاردن، اخواتنا وعزوتنا اللي بره مصر وفي الدول العربية. وعمر الموضوع عنده خلص يعني، ما بقاش فيه حاجة في البيت الحمد لله، ونهيناه والفيديوهات موجودة. اللي بيعمل المونتاج هو سيف، شايفين سيف والله بجد تعبان في المونتاج بجد وشغله باين يعني، بجد الراجل يشكر مشكورا. سيف صاحبنا. مش مهم من وقت قريب او من وقت بعيد، المهم ان انت بقيتي واحدة من عزوة انس وهيلا، ودي الحاجة الحلوة في الموضوع. وان شاء الله اللي جاي يعجبك اكتر وتتابع اكتر. ماشي، الف سلام عليها ويا رب كده يقومها لكم بالسلامة ودي حاجة تفرحني والله يعني. تمام. امتى يا معلم انا اتريقت على بتوع الشرقية؟ ابعت لي فيديو كده انا اتريقت على حد من بتوع الشرقية، اتريقتش على حد. ايه اثباتك على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله قريب ان شاء الله ننزل لكم فيديوهات على القنوات كبيرة، على القناة الكبيرة وعلى القناة الصغيرة، يعني يوم القناة الكبيرة ويوم القناة الصغيرة، فما تزهقوش مننا ابدا. ان شاء الله اللي جاي يبقى ضرب نار. لا هو اكيد اي حد في الدنيا عنده طاقة يعني، عنده ان هو في ادب وفي قلة ادب يعني، في ادب للناس المؤدبة وفي قلة ادب للناس اللي عايزة قلة ادب يعني، وفي سفالة وفي كل حاجة. يا جماعة لكل الناس اللي داخلة بتقول لي عبد الرحمن معاه مشكلة هناك ومش معاه مشكلة هناك، هتلاقيهم يا جدعان بيتخانقوا على عيله وبرسيم وهتخلص ما تخافوش. والله ما تخافوش هتتحل، هتلاقي بس المشكلة على حاجة بسيطة، الوان دارة وعيله وبرسيم وهتخلص ما تقلقوش. عزوة انس وهيلا ايه؟ سيبك من العلامة الزرقاء، عادي مش فارقة، هتلاقيني على القهوة. لسه بسيط لسه، ودي كلها كتاكيب لسه، مفيش تكييف لسه، هموت بالعرق والتسليم لسه بقف طوابير، ما عنديش أولوية، لسه بركب مشاريع عشان مفيش عربية، جبت شبكتي لسه برضه بمشي في الشارع على رجلي لسه مش ساكن في مدينتي لسه، اسكندرية دي مدينتي لسه، بعمل اللي نفسي لسه راجل ومش فارق لي لسه، بصحى على صوت القطر لسه بركب ومش عايش في قصر، رحت بيته لسه عايش مفيش يتكل لسه عشوائي الاصل، لسه بصرف وانا معيش، لسه بنفش على مفيش، لسه بنفرحكم بس يا جدعان عشان خاطر الدنيا.